اغلبنا، ومش هكون ببالغ لما اقول كلنا، حاسين ان في حاجه غلط من اول 2019 كده لحد دلوقتي ومكمله معانا. كلنا حاسين بنفس الشعور، بس مش قادرين نشاور على حاجه معينه ونقول هي دي السبب. بنقول كورونا والقعده في البيت، ولكن مش قادرين برضو نفسر ليه الدنيا غمقت او اسودت من 2019. فالنهارده ان شاء الله هنكشف الستار عن المخطط بالكامل. اوفر شويه، يعني مش عارف ليه الواحد بقى اوفر شويه اليومين دول، بس على كل حال في تجربه اتعملت على مجموعه من الذباب، حطوهم في برطمان وقفلوا عليهم البرطمان لمده 3 ايام، وبعدين فتحوا البرطمان. المفاجاه، مفيش ولا ذبابه خرجت من البرطمان. وبعدين شالوا البرطمان نهائيا، وهنا لاحظوا حاجة غاية في الغرابة، وهي ان الذباب استمر في الطيران في حدود البرطمان، ما خرجش بره الحدود اللي البرطمان كان عاملها او كان رسمها. الذباب كأنه اتبرمج ان دي الحدود اللي مسموح ليه الحركة فيها، واي زيادة في اي اتجاه هيصطدم مع حاجز، فبدأ يطير في الحدود دي وفقط. وحتى بعد ما شلنا البرطمان مفيش ذبابة قدرت ان هي تخرج بره حدود البرطمان اللي مش موجود اصلا دلوقتي. احنا حصل لنا نفس الشيء في اواخر سنة 2019. الذباب بتاع التجربة ده ما يفرقش كتير عننا. النهاردة ان شاء الله هنحاول نعرف ايه الحاجة الغلط اللي حصلت في اواخر سنة 2019 وتسببت في الحالة اللي احنا عايشينها دلوقتي، او الشعور الجمعي اللي احنا مش عارفين سببه ايه بالظبط. وهل الخلل او الحاجة اللي اتكسرت دي هنقدر نصلحها ونتعافى منها، ولا هنكمل فيها بقية حياتنا؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه النهاردة. يلا بينا.